قد تظنين أن ابتعاد الرجال عنك لعنة أو أنك صعبة في الحب، لكن ماذا لو كنت ببساطة سيجمة أو كارمية؟ دعيني أشرح لك. المرأة السجمة هي التي تمشي عكس التيار، غامضة، لا تحتاج أن تثبت شيئاً لأحد، تملك حضوراً قوياً لكنها لا تظهره إلا حين تشاء، لا تطارد، لا تتوسل، ولا تنتظر من أحد أن يكتشفها. هي تعرف من هي وتختار من يدخل عالمها، لا للعكس. وهذا النوع من النساء قد يخيف الكثير من الرجال، لأنها لا تلعب الأدوار المعتادة ولا تبحث عن الاهتمام، بل عن العمق والصدق والوعي الحقيقي. أما المرأة الكارمية فهي مختلفة بطريقتها الخاصة، تحمل جروحاً قديمة، طاقة غير مفهومة، وتجذب رجالاً ليسوا صدفة بل مراية لدروسها الروحية. تدخل العلاقات لا لتستقر بل لتتطهر، لتتعلم، لتشفى ولتنضج. وحين لا يفهم الرجل هذه الطاقة يشعر بأنه ضائع أو مثقل، فيفضل الهروب لأنه ببساطة لا يحتمل المواجهة التي تفرضها الكارما. إذن نعم، قد تكونين أنت السبب في ابتعادهم، لكن ليس لأنك ناقصة، بل لأنك أقوى من أن تحتوى بسهولة. فالرجل السطحي لا يرى إلا المظهر، أما الرجل الواعي فيشعر بك حتى في صمتك، ويقترب لا ليسيطر بل ليشارك الوعي والرحلة. هل ترين نفسك سيجمة؟ أم امرأة كارمية؟ أم مزيج بين الاثنين؟ اكتبي لي في التعليق. أنا طاقتي لا تفسر بل تحس. ولا تنسي مشاركة هذا الفيديو مع كل أنثى تشعر أنها مختلفة، لأن الاختلاف ليس خطأ بل دعوة للوعي.